في تاريخ 29/7 سنة 2011 تحديدا على الساعة 10 بالليل، كان هناك رجل لبناني يدعى إلياس فريد عاصي في الستينات من عمره. هذا الرجل كان يعمل سائق تاكسي، وكان يقود التاكسي الخاص به في شوارع مدينة بيروت في لبنان على أمل أن يجد آخر زبون لليوم قبل أن يعود إلى بيته. وبينما هو ماشي فجأة أوقفه شخص غريب وقال له أنه يريد الركوب معه، لكن المكان الذي يريد الذهاب إليه كان بعيدا جدا. فتردد إلياس في أخذ هذا الرجل، إلا أن الرجل عرض عليه مبلغا إضافيا أغراه بالمال فوافق إلياس المسكين وركب الزبون الأخير معه، لكنه لم يكن يعلم أن في هذا اليوم بالتحديد كل شيء سيتغير في غمضة عين. قصتنا اليوم تتحدث عن سفاح غريب، هو قاتل متسلسل لقب باسم سفاح التاكسي في لبنان. وفي ذلك الوقت كان قد أرعب الشعب اللبناني وهدد الأمن القومي للبنان. ارتكب عدة جرائم، والغريب أنه كان يستهدف فيها فقط سائقي التاكسي لسبب مجهول. تابع معي الأحداث للنهاية علشان تكتشف حقيقة هذا الشخص اللي بيصدم إلياس. بهذاك اليوم كان قاعد يدور بالشوارع في التاكسي عشان يختم هاليوم بآخر زبون ويروح بعدها للبيت. وتقريبا على الساعة 10 مساء في هالوقت شاف شخص واقف على الرصيف وكان قاعد بيأشر له، فوقف له إلياس، وبعدما ركب معاه طلب أن يوصله لمنطقة بعيدة خارج مدينة بيروت. إلياس رفض في البداية، ولكن الرجل أغراه بالمال كما قلنا في بداية القصة، ولهذا السبب وافق إلياس أن يوصله. وبالفعل شغل إلياس السيارة ومشى بالطريق، وظلهم ماشيين بالطريق يمكن حوالي 10 دقائق. بعد 10 دقائق طلب منه الزبون أن يوقف على الجانب ليقضي حاجة أكرمكم الله. إلياس قال تمام، ما في مشكلة، ووقف على جنب الطريق وركن السيارة. ولكن الغريب أول ما وقف إلياس وبدون أي سابق إنذار سحب الرجل الغريب هذا المسدس من جيبه وأطلق النار على إلياس، ثم نزل من السيارة بعدها وسحب إلياس وهو غرقان في دمه ورماه على الرصيف. بعدين ركب السيارة وهرب بها. في صباح اليوم الثاني كان في مجموعة من الناس ماشيين على نفس الطريق، شافوا إلياس مرمي على الشارع وقاعد بينزف، حتى أنهم فكروا أنه إلياس ميت من زمان بسبب شكله والمنظر اللي لقوه عليه. فبسرعة دقوا على الإسعاف، وجت الإسعاف للمكان. وأول ما وصل الطاقم الطبي لحسن حظه أنه كان باغي عايش لكنه كان فاقد الوعي، فأخذوه ونقلوه للمستشفى. لما فحصوا الأطباء شافوا أثر رصاصة في رقبته تحت الأذن استقرت في فكه بالضبط، ومع أنهم قدروا يوقفوا النزيف ولكنه مع الأسف دخل إلياس في غيبوبة. وفي هذا الوقت وصل الشرطة للمستشفى وبدوا يحققوا في هذا الحادث المفجع اللي صار مع هذا الرجل المسكين وهو شقيان في عمله. بعد ما كثفوا الشرطة بحثهم عن السيارة قدروا أخيرا أنهم يلاقوا سيارة التاكسي، ولكنه كان موجود في منطقة بعيدة عن مكان الحادث اللي لقوا فيه إلياس. فهنا الشرطة بدوا يفحصوا السيارة وفتشوا لعلهم يوصلوا لأي دليل يشير لهوية الفاعل. الغريب أنهم اكتشفوا أن المجرم كان يسرق فقط الهوية، ولكن الشرطة شافوا الدم في كل مكان في السيارة، فقرروا ياخذوا العينات ويحللونها. ولما طلعت النتيجة اكتشفوا اكتشاف صادم أن الدم يرجع لشخصين مختلفين. الأول كان الضحية وهو إلياس المصاب، أما الثاني فكان لشخص مجهول الهوية. هناك الشرطة افترضت أن العينة الثانية هي للمجرم. الحل الوحيد الآن أنه إلياس يصحى من الغيبوبة ويحكي إيش اللي صار معه بالضبط. لكن إلياس إلى الآن مغيب. المفاجأة والصدمة اللي جت بعدها إنه بعد هذه الحادثة بكم يوم وصل بلاغ للشرطة من مجموعة أشخاص يقولون إنهم شافوا شخص تاني مرمي في الشارع وجسمه مغطى بالدم بالكامل. تحركت الدوريات بسرعة إلى الموقع وطلبوا معهم سيارة إسعاف. ولما وصلوا اكتشفوا أنه بالفعل في رجل لقوه ميت بسبب رصاصة استقرت في رقبته، واكتشفوا أن هذا الشخص كان من الجنسية السورية. أما الغريب أكثر أنه هو كمان سائق تاكسي، وسيارته كانت في مكان بعيد عن مكان الحادث.
بدون أي بصمات أو أوراق تثبت هوية الضحية. هناك بدوا الشرطة يتساءلون هل هذا المجرم صدفة غريبة أو أن الحادثين لهم علاقة ببعض، لكن تساؤلهم عن هذا الموضوع ما استمر لفترة طويلة، لأن المجرم ما أعطاهم فرصة يتساءلون، لأنه بعد كم يوم وصل بلاغ ثالث للشرطة بنفس مواصفات اللي قبله. سواق تاكسي مرمي في الشارع ميت نتيجة رصاصة اخترقت رقبته. المرعب في هذه القصة أنه كل هذه الجرائم ما صارت في فترة أسابيع ولا أشهر، بل صارت خلال 6 أيام فقط. مستوعبين المصيبة لوين؟ أنه الشخص بلش يصير تهديد حقيقي وفعلي للأمن في هذه الدولة، لأن الشرطة تأكدوا بعد البلاغ الأخير أنهم يتكلمون عن سفاح حقيقي، وأنهم يتعاملون مع شخص ذكي جدا وعارف إيش قاعد يسوي بالضبط، عارف كيف يقتل ومتى يقتل عشان ما يترك أي أدلة وراء. المعلومات اللي جمعوها المحققين كانت كالتالي: القاتل استخدم خلال جرائمه مسدس 1 من عيار 7 ملي، وأنه كل الجرائم كانت تسير بالليل في وقت ما بين الساعة 10 مساء حتى 2 صباحا، وأن القاتل كان بعد ما ينتهي من جريمته كان يسرق أي شيء يثبت هوية المقتول، يعني مثل بطاقة هوية أو جواز سفر أو مثل رخصة سواقة، وآخر معلومة عندهم هي عينة الدم اللي صاحبها مجهول. يعني كلها كانت أدلة ناقصة، فكيف ممكن إنهم يوصلون لهذا الشخص؟ قبل ما نكمل اضغط زر الاشتراك واللايك إذا مش مشترك عنا. هنا الشرطة حاولوا يفترضون شو الأسباب اللي ممكن تخلي هذا الشخص يسوي هيك جرائم. كان أول توقعهم إنه سبب هذه القصة هو دافع ديني، وإنه هالشخص من ديانة مختلفة وقاعد يقتل أي شخص يختلف عن ديانته. والافتراض الثاني إنه هذه القضية قضية عنصرية، وإنه ببساطة قاعد يقتلهم عشان جنسياتهم. لكن مع التحقيقات تأكدوا أن الإجابة الوحيدة على كل توقعاتهم هي لا، لأنه كل السواقين الثلاثة كانوا من جنسيات وديانات مختلفة عن بعضهم. ما كان في أي شيء مشترك بين كل الضحايا سوى أنهم كلهم كانوا سواقين تاكسي، يعني أشخاص دخلهم بسيط على قد حالهم، ما عندهم أي شيء يدعو للسرقة. وهذا اللي كان يطرح التساؤل اللي بعده: هل القاتل كان يرتكب هذه الجرائم بلا سبب وكان يقتل بس لأنه كان يحب القتل والدم؟ وهذا الشيء جدا كان مرعب للشرطة، حتى يطلقون بعدها على القاتل لقب سفاح التاكسي. استمرت التحقيقات في القضية لحد شهر 9 من 2011، والصدمة أن السفاح ارتكب فيها جريمته الرابعة. والشرطة لقت جثة رجل مجهول ما تحددت هويته، كان ميت نتيجة طلقة في الرقبة وبنفس نوع الرصاص اللي انقتل فيها الضحايا اللي قبله. إلا أنه الاختلاف الوحيد هالمرة أنه بدل ما يسرق التاكسي بعد ما قتل الضحية هالمرة حرق التاكسي، فاستنتج الأمن أنه هالمرة حرق التاكسي يا إما عشان يخفي البصمات أو أثار له دم أو إشي زي هيك، إما عشان يستفز الشرطة ويرفع ضغطهم. وفعلا رفع ضغطهم واستفز الشرطة، لأنه من بعدها استنفرت الشرطة اللبنانية في كل مكان ونشرت عناصرها الأمنية في حوالين المنطقة كاملة، وبدوا تحقيقات وتفتيش وتحريات في داخل المنطقة وحتى بخارجها، وعلامات الاستفهام قاعدة يزيد يوم بعد يوم أكثر مع كل يوم يمر، حتى ما تغير كل شيء. أول ما صحي الضحية الأولى إذا متذكرين الياس اللي كان في غيبوبة، يقول الياس في إفادته الأولى وهو يوصف الحادث زي ما صارت في ذلك اليوم. الشخص اللي وقفه عشان يركب معه ما كان شخص واحد بل كان شخصين، وبدأ الياس يوصف شكلهم بالتفصيل للشرطة. قال الياس إنه بدأ يتوتر أول ما شافهم وأول ما ركبوا معاه، لأنه حس إنه أشكالهم غريبة ومثيرة للشك. ومع ذلك لما عرضوا عليه المبلغ الكبير وافق إنه يأخذهم ويوصلهم. فواحد منهم ركب في كرسي الجنب الياس والثاني ركب في الكرسي اللي ورا، وبسبب نظراتهم وإنه ما كان مرتاح لهم قرر إنه يراقبهم ويخلي عينه عليهم. ولما الرجال اللي جنبه طلب منه إنه يوقف فجأة عشان ينزل يقضي حاجته، أكرمكم الله هنا الياس بص في المراية
السرايا للرجل اللي كان وراه ولمح في يده مسدس، وهنا استوعب ايش كان ناويين يسوون فيه. الياس على طول مسك الرجل اللي جنبه وضربه على وجهه ضربة قوية لدرجة انه الدم تناثر من انفه وتطاير على ازاز السيارة. وظل الياس يحاول انه يدافع عن نفسه بأقصى جهد. وفي خلال هاللحظات الرجل اللي ورا رفع المسدس على إلياس وأطلق عليه طلقة واحدة، وكان هذا آخر شيء يتذكره إلياس، وأنه طلع سارق من إلياس حوالي 900 دولار. ولسبب غريب تركوا في جيب إلياس شوية دولارات ما أخذوها. وكانت الشرطة متأكدة أنه هذه ما كانت أول جريمة لهم، لأنه طريقة القتل وطريقة إخفاء الأدلة ما كانت أسلوب شخص مبتدئ نهائيا. وبالفعل هناك بعد ما حققوا قدروا أنهم يلاقوا 5 أشخاص أشارت عليهم أصابع الاتهام وقبضوا عليهم، جابوهم ووقفوهم كلهم ال5 في صف واحد. بعدين نادوا الضحية إلياس وقالوا له في واحد منهم هو القاتل. وبدون تفكير أول ما بدأ يشوفهم أشر على واحد من الموجودين في الصف وقال للشرطة أنه متأكد أنه هذا واحد منهم. فعلى طول الشرطة أخذت عينة دم من هذا الشخص وطابقته مع العينة الموجودة عندهم، لكن طلع ما في أي تطابق، بس في احتمال أنه هذا يكون هو الشخص الثاني اللي كان ورا. فبدأوا يحققوا معه ويضغطوا عليه مشان يطلعون بأي نتيجة، لكنه أصر وأنكر جميع الاتهامات اللي وجهها له إلياس، وقال بكل بساطة أنه سواق التاكسي أكيد أنه غلطان. الشرطة كانوا محتارين، ما في أي دليل يعني ملموس فعلي. وفي نفس اليوم خلال تحقيقات الشرطة المجرم ما أعطاهم فرصة إنهم يفكرون، ووصلهم البلاغ اللي ما أحد كان متوقع. سفاح التاكسي ارتكب الجريمة ال5. المرة هذه ما سرق أي شيء من الضحية، وكأنه قاعد يوصل رسالة للشرطة بأنه لسه باقي عايش وهيو بين الناس. هنا قررت الشرطة يطلقوا سراح المتهم واللي واضح انه ما له اي صلة بالجريمة. وبعد فترة من براءة المتهم ارتكب السفاح جريمته السادسة، جريمتين ما يفصل بينهم الا ايام بسيطة. متخيلين الى اي درجة هو كان مستمتع في الموضوع ولا همه احد؟ هنا رجعت الامور الى نقطة الصفر، وما استفادوا من افادة الضحية الاولى الياس. ومو بس هيك، انتشر خبر الجريمتين الاخيرة وصار صارت ضجة ورأي عام ورعب داخل الشعب اللبناني، خصوصا سواقين التاكسي اللي كانوا كل يوم وطول اليوم يركبوا معهم أشخاص وهم حتى ما عارفين إذا اللي كان معهم هذا هو سفاح التاكسي ولا شخص عادي، وعارفين إن الشرطة ما قادرة توصل للسفاح. يعني الأمن شبه معدوم حاليا، كل شخص لازم يحمي نفسه بنفسه. السفاح يكبر الموضوع زيادة إلى أن وصل عدد الضحايا في القضية إلى 9 رسميا. القضية هذه أصبحت تهديدا للأمن القومي اللبناني، ففكروا الشرطة في خطة جديدة وذكية مشان يمسكوه. جابوا عدد من سيارات التاكسي، وجهوا قواتهم الأمنية عشان يمثلون إنهم سواقين تاكسي ويركبون في هذا التاكسي، وبدوا ينتشروا في المنطقة كاملة على أمل أنهم يلاقوا السفاح. ولكن مع الأسف حتى خطتهم هذه فشلت. كان السفاح ذكي لدرجة أنه دائما سابقهم بخطوة. وفي 12 نوفمبر لقت الشرطة جثة ثانية، لكن هالمرة ما قدروا يلاقوا التاكسي. وبعدها بكم يوم يصلهم البلاغ 11 لجثة جديدة لرجل اسمه زياد مقتول بنفس طريقة السفاح المعروف. ولكن الاختلاف الوحيد هالمرة زياد ما كان سواق تاكسي، بل كان عسكري في الجيش اللبناني. نقدر نقول أن السفاح من جريمته هذه أو الجريمة الأخيرة اللي سواها وصل رسالة بكل بساطة، كأنه قاعد يقول ما حد بيسلم من شري الحين، لا سواقين تاكسي ولا غيره. هذا جن على الآخر، يعني الناس صارت تخاف تركب التاكسي من وراء هذا المجنون. ومن كثر ما كان هالشخص واثق من نفسه انه ما راح ينمسك، قتل سواق تاكسي ثاني واخذ سيارته وبدأ يتمشى فيها في شوارع لبنان على اساس انه سواق تاكسي، واللي يركب معاه هالمرة يصير هو الضحية الجديدة. وفي لوين الجنون، يعني انعكست الآية
الحبيب قاعد يلعب ومكيف، يعني مستمتع، لكنه ما كان يعرف انه الخطوة اللي سواها هذه كانت هي الغلطة اللي رمته في شر اعماله. لما فتشت الشرطة اغراض العسكري زياد ما لقوا جواله، يعني انسرق، فقرروا ينتظروا حتى ما اللي سرق الجوال يفتحوا وبعدين يتبعون مكانه. وبالفعل الصدمة اللي صارت انه بعد فترة بسيطة انفتح الجوال وقدروا انهم يحددون الموقع اللي كان فيه، فنظموا وحدة وتحركوا بسرعة للمكان وهم متأكدين هالمرة انهم واخيرا راح يلقون القبض على سفاح التاكسي. اما المفاجأة كانت اول ما وصلوا كان الجوال مع طفل عمره اقل من 13 سنة، واللي من الواضح انه مستحيل يكون هو القاتل المطلوب. واخذوا ابوه وحققوا معه، فقال لهم انه اشترى لابنه هالجوال قبل كم يوم من واحد ساكن معهم في نفس المنطقة اسمه جورج. سألوا الشرطة وبحثوا عنه الى ان دلوهم على مكانه، وطلع يعيش مع اخوانه في بيت قريب بالمنطقة. وفي 15/11 داهموا الشرطة مكان بيته على الفجر، فتشوا كل مكان في البيت. أثناء تفتيشهم في المطبخ لقوا فوق الغاز مسدس عيار 7 ملي. نعم، لقوا مسدس عيار 7 ملي، وهو نفس الرصاص اللي كان يستخدمه القاتل في قتل ضحاياه. فورا ألقوا القبض على كل الموجودين في البيت، حولوهم للتحقيق. خلال التحقيقات معاهم ضغطوا على جورج وأخوانه علشان يعترفون مين فيهم هو سفاح التاكسي، لكن كلهم أنكروا الموضوع إلا شخص واحد، وهو الوحيد اللي بين إخوانه كشف الحقيقة وكشف اللغز. كان أخوه ميشيل، واللي قال بكل هدوء في التحقيق إنه هو وأخوه جورج هم القتلة المتسلسلين. أما دور جورج كان بس انه يركب جنب السواق ويلهيه، وميشيل هو اللي كان يجلس ورا ويطلع المسدس بدون ما ينتبه الضحية ويطلق عليه النار. اعترف بعدها جورج بكل الجرائم اللي قالها اخوه، لانه ما كان قدامه اي مهرب ثاني. الغريب في القضية انه لما كان ميشيل يحكي الجريمة اللي سواها كان قاعد يتكلم بشكل بارد جدا، كأنه يروي قصة عادية. أما الصادم في القصة أكثر وهو الحكم اللي صدر على هذول الناس. توقع يا عزيزي إيش وهو الحكم اللي صدر بحقهم؟ توقع يا عزيزي المشاهد شو انحكم على هذول الشخصين جورج وميشيل؟ انحكم عليهم بالسجن المؤبد فقط، وما تم محاكمتهم بالقصاص أو بالإعدام، لأنه في لبنان ما في حكم الإعدام. ومع هذا الحكم الغريب تكون انتهت معه واحدة من أغرب وأشرس القضايا والقصص اللي صارت في وطننا العربي، واللي إن شاء الله ما تتكرر نهائيا. كان معكم كمال، وما تنسوا تشتركوا في القناة.